انا حبيت بس اعمل الفيديو ده بسرعه النهارده كده، لان انا لقيت حاله من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر بيحصل، وفي محاوله للواقعه بيني وبين المواطنين والجماهير، خصوصا حبايبنا واهالينا واخواتنا في الصعيد والريف. حبيت اعمل الفيديو ده للتوضيح علشان نقطع الطريق قدام الناس اللي بتحاول يعني تصطاد في الماء العكر. الناس خدوا كلامي اللي انا بتكلم فيه عن مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الزحف السكاني والتصدي للزياده السكانيه، ويحاولوا يصوروه على ان بهين اهالينا في الصعيد والريف. اولا قبل ما نخش في التفاصيل، لا انا ولا غيري يجرؤ انه يهين الصعايده او اهلنا في الريف والفلاحين، لانه انا مقتنع ان الصعيد ده شرف مصر وعزه مصر وكرامه مصر واصل مصر، وكل القامات الحضاريه والثقافيه والشعريه والادبيه والسياسيه طلعت من الصعيد والريف. ثانيا لان انا اصلا فلاح ومن الريف، وابويا من الريف ومن محافظه ريفيه زراعيه، فبالتالي ما حدش بيهين نفسه. ثالثا وده الاهم، لو بصيتوا على الفيديو، انا ماليش دعوه بالحاجات اللي بيتم استقطاعها ونزولها على اليوتيوب. لو نزلتوا للفيديو الاصلي بتاع الحلقه، انا بتكلم ان في فئه قليله من اللي بتخلف 8 و9 و10 لحد دلوقتي بيبقى هدفهم ان هم يعملوا وسيله لكسب الرزق عن طريق ان هم يشحنوا اولادهم وبناتهم يشتغلوا بقى في مشاغل، ويشتغلوا في مصانع، ويشتغلوا في ورش، ويشتغلوا اللي هو الواد بليه ومش عارف ايه، ويشتغلوا في البيوت وكذا. الفئه اللي بتعمل كده هي اللي احنا بندينها، وعلى فكره في ناس من عندنا هنا في القاهره واسكندريه وبقيه المحافظات بيعملوا كده كمان. فده اللي انا قلته، واحنا بندين هذه الفئه اللي للاسف ما بتديش للطفوله حقها، لكن في كمان في الصعيد وفي الريف ناس محترمه جدا وقبائل كبيره وعزيزه وكلها فهم ووعي ووطنيه وانتماء. فارجوكم واحنا بنتكلم عشان الهدف والصالح العام، ارجوكم بلاش فكره الاصطياد والواقعه دي، لانها اعتقد الشعب المصري والصعايده والريف واهل الريف اوعى من كل اللي بيصطادوا. وانا بقول لقناه الجزيره اللي نزلت هذا الكلام، صحيح اللي فيه ده ما بيبطلوش، ويموت الزمار وصباعه بيلعب طول الوقت، عايزين يشوهوا اللي بيحصل في مصر ويشوهوا اعلاميين مصر عشان يفضلوا هم طول الوقت بيلعبوا الدور الرخيص اللي بيعملوه. يعني انا بقول لهم هيهات، الناس كانت كويسه قوي، والصعايده والريف واهل الريف والفلاحين عارفين مين هو تامر امين، وانا كمان عارف اهلي وبلدي اللي يثبتهم على راسي من فوق. تحياتي.